أهلا بيكم من جديد. شايفين شكل الفرع القمر ده؟ تعالوا نبدأ بورقة الشجر. شكلها قيم جدا وممكن تبان معقدة، بس في الحقيقة إنها أسهل مما تتوقعوا. النهاردة هقولك على سر يخليك تطرزيها بشكل مظبوط ونضيف جدا. يلا بينا نبدأ سوا. وما ننساش ندعي دعوة حلوة لإخواتنا. اللهم انصر أهلنا في غزة نصرا عزيزا مقتدرا يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض، هم وإخواتنا في العراق ولبنان والسودان، اللهم آمين. بصي خليني أقولك في البداية أنا إزاي رسمتها، وإن شاء الله مع الوقت أنا هعرفكم إزاي ترسموا الفروع من غير باترون. بصوا أول حاجة بعملها إني أنا هرسمها وهمسحها معاكم لأن أنا اوريدي رسمها. فبصوا انتي كأنك هتعملي، بنبدأ منها من تحت كأنك هتعملي شكل 7. تمام، واضح معاكم؟ يبقى احنا في البداية عملنا شكل 7. هنبدأ ايدينا تبقى خفيفة خالص، هناخدها كده لفوق ونرجع نقفل القوس اللي احنا بنعمله ده. تمام، من الناحية التانية هبدأ اطلع لفوق بقوس، ايدي خفيفة ما بدوسي على القماش خالص، سنة سنة بالراحة خالص. هتلاقيها اتكونت معايا ورقة الشجر اهي. انا بقى عايزة اخليها تطلع من هنا ببوزة معايا عشان تديني الشكل اللي هو زي السنبلة. ومثلا دلوقتي الخط ده حاسة مش عاجبني شوية، هعمل ايه؟ بدل ما اشغل المكوة معايا معلقة وولاعة، هبتدي ان انا اسخن المعلقة حاجة بسيطة، واخلي بالي ان انا مسخنش المعلقة جامد علشان خاطر ما تحرقش القماش معايا. اهو الحتة دي مثلا مش عاجباني فهمسحها هي لوحدها. خلي بالك ان احنا لما بنستخدم المكوة في الحاجات ديت او الاستشوار بيبدأ ان هو يمسح معانا الرسمة كلها. فدي اكتر طريقة عجبتني صراحة. يلا نبدأ تاني. عايزاها تيجي معايا بشكل منتظم شوية. الباترون ده لازم نركز فيه جدا لان هو اللي بيطلع لنا النتيجة الاساسية، هي مبنية عليه هو. تمام، في النص هنا بقى هاجي اعمل خط واصل لحد فوق. تمام، انا ما ضغطش بايدي جامد، السن هيدخل معايا في نسيج القماش وفي نفس الوقت ايدي خفيفة. تمام، الفرع بقى لو انا عايزة انزل منه بفرع، الفرع ده بقى ولو يكن مثلا نعمله غرزة سلسلة، فرع بسيط، غرزة باك، كل ده هيمشي معايا في الفرع. تمام، بس كده انا همسحها وارجع لكم تاني. طبعا انا مسحتها بس في حاجة، هو انت اللي بقى هتحددي المقاس. انا نسيت اقول لكم ان احنا اللي هنحدد المقاس. ال7 اللي انت هتعمليها في البداية اللي قلتلك عليها اهو، لو انا عايزة اعملها صغيرة هخلي ال7 معايا صغيرة، ايدي خفيفة واطلع خالص لفوق زي شكل القوس، قوسين بيتقابلوا في وش بعض يدوني هنا بوزة، انزل بيها بخط في المنتصف كده بتاع ورقة الشجر. خلاص اتكونت معايا ورقة الشجر. تمام، يلا بقى نبدأ نطرزها سوا. والاول نحط الطارة. تعالوا اوريكم ازاي نشد الطارة بطريقة صحيحة وتكون سهلة عليكم. الجزء ده انا دلوقتي فكيتهم من بعض. الطارة بتيجي متكونة من جزئين، فانا دلوقتي فكيت الجزء اللي من تحت ده لوحده اهو. هشيل ده دلوقتي كده، احط ده تحت القماش، اسلك كده الدنيا من تحت. شايفين الصامولة دي؟ انا عايزاها ناحية ايدي اليمين. هبدأ اضغط
اهي دخلت معايا. تمام، ايدي هتمسك الصامولة دي واضيق واتأكد ان القماش مشدود كويس معايا. عايزة اسمع صوت الطبلة، ما يبقاش فيه تهوية للقماش، وفي نفس الوقت اوعوا نشد جامد، يعني ما ينفعش ان احنا نشد جامد عشان الغرز ما تجيش مشدودة معانا، ولما نفك هنلاقي الحاجة مكرمشة. لا هو كده حلو. بصوا انا احب اشتغل كده، ولا مشدودة قوي ولا هي يعني سايبة. تمام، يلا نجيب نشتغل بالخيط. احنا اتكلمنا عنه كوتون بارلي. ما بجرش بقى ديت لحد النهاية معايا للفتلة التانية، لا انا هشتغل بيها مفرد كده زي ما هي ديت، هسيبها محطوطة حتة صغيرة منها، وهاجي بقى في النهاية همسك هنا الف لفة، الف التانية واسحب، اديها واحدة كمان. انا ليه مكبرة الربطة من تحت معايا شكلها كبير كده؟ علشان خاطر ده قماش دق مسامه واسعة، فاحنا لازم نخلي بالنا على نوع القماش اللي احنا بنشتغل فيه، يكون الربطة بناء على نسيج القماش اللي معانا. تمام، نقول بسم الله. نبدأ من اول البوزة اللي احنا بناخدها من فوق دي، نطلع فوقيها كده، ودي اول غرزة معانا. هنا بقى السر في ايه؟ في اني انا منزلش هنا، لا انا عايزة انزل هنا. كل ما هنزل بالغرزة لتحت كل ما هي هتديني شكل مسحوب. تمام، يبقى انا مش هنزل هنا ولا هنا، انا هحاول انزل عند النص وتحتيه سنة كمان. اطلع بقى مرة يمين مرة شمال لحد ما ورقة الشجر تكمل معايا. هنزل في نفس النقطة بعيد عنها سنة بسيطة، اطلع من الناحية الشمال اللي قصادها. اخدت بالكم انا عملت الابرة ازاي؟ بدل ما اقعد انزل واخدها من تحت، لا صوابعنا هي اللي بتتحكم في الابرة. شايفين صوابعي كلها التلاتة والابهام متحكم وساندها. تمام، هنزل هنا، هطلع من الناحية اليمين. نخلي بالنا نمشي على الخط، ونخلي بالنا ما نعملش فراغات بين كل غرزة والتانية، لا نخلي بالنا ان احنا نبقى ماشيين بشكل منتظم. دي لقيتها هتطلع على الفتلة اللي فوقيها، لا انا هديها سنة كده واظبطها وارجع اسحبها، ما اسحبش الخيط جامد علشان خاطر الحاجة ما تطلعش شكلها مشدود ومكشكشة. يلا نبدأ ناحية الشمال ونسحب، وهكذا. انا هنا حابة اعمل ورقة الشجر بلونين، بدأ بلون اخضر فاتح، وهكمل حبة بنفس الخيط والدرجة ديت، وهرجع اغير الخيط للون اغمق ببقية ورقة الشجر. ليه عملت كده؟ حسها لايقة على الفرع اللي انا عاملاه فحبيتها. طبعا دي انا همسحها. شايفين انا مش ببعد عن الخط خالص، وفي نفس الوقت المساحة اللي ما بينهم كويسة، وهنا مش راكبين على بعض. طول ما انا شغالة اسلك بالابرة الخيوط اللي هتطلع فوق بعض وما خدهاش تحتها بكتير.
هي سهلة خالص وبسيطة. اسحبه بالراحة خالص علشان يطلع معايا. هوريكم بردك ازاي بعمل تثبيت لما الفتلة بتخلص معايا وبتبقى عايزة انها تتثبت علشان اجدد الابرة بفتلة جديدة تاني. اهو كده خلاص بقى كفاية كده. يلا ننزل بالجرزة ديت ونعمل تثبيت عشان الفتلة خلصت معايا. هنقلب كده ايدينا من ورا سندة، تمام. هاجي في اخر غرزة اتعملت، عملت حلقة هدخل فيها بالراحة خالص. اسحب، ادي اول عقدة، اعمل عقدة تاني، ادي تاني عقدة عشان الحبايب، ادي تالت عقدة. يلا بقى ندخل الخيط كده ونسحب. نجيب مقص ونقصه من هنا بس كده خلاص. انا كده ثبت معايا. انا حاسه ان انا محتاجه ازود تاني خيط، وهقول لكم عشان انا بشتغل والشغل بعيد عني. انا حاسه فيه فراغات واضحه معاكم اهي. تعالوا اوريكي لو تعرضتي لموقف زي كده، تعالوا اوريكي ازاي نبدا ان احنا نكون تاني خيوط وسطيهم. مفيش اي مشكله. هجيب من نفس البكره هسحب حته واسيبها لحد هنا. اخد بقى طرف الخيط، اعمل عقده كبيره تاني عشان ايه ده زي ما اتفقنا ده قماش دق. عايزه العقده اللي من تحت ابقى متاكده منها او انها كبيره مش هتعدي تاني من النسيج المفتوح معايا. تمام. يلا نبدا. بصوا بقى هنا في فراغات اهي شايفينها. تعالوا نكمل عليها وندخل خيوط وسطيهم. شايفين الابره ماشيه ازاي عشان تعرف مكان الفتله اهو. نطلع هنا برضو في الفراغ ده، منزلش كده على طول، لا، الابرة هتوريني مساري فين اهو. شايفين شكلها احلو ازاي لما ما فيهاش فراغات. اهم حاجة احافظ على النظافة اللي في النص، متبقاش خيوط راكبة فوق بعضها وشكلها مكلكع. انا ايدي تحت على فكرة مش ماسكة وخلاص، لا، انا ايدي تحت صوابعي دايما لازم تبقى شغالة معايا من ايدي الشمال، ان انا حاسة باي عقدة حصلت اثناء ما انا بشد الخيط. مش بس هي ساندة معايا الطارة والشغل، لا. نيجي على الجنب الشمال في بردك فراغ هنا،
نمشي بالإبرة كده كده اهو. ما بشدش قوي ومش مخليه الخيط مرخي، الشد يكون في المعقول. يلا نبدأ بقى نمشي زي ما كنا ماشيين اهو، مرة يمين مرة شمال. هفضل شغالة شوية لحد ما احس ان انا ايه، عملت مثلا نصها، وبعد كده هبتدي اشتغل بالخيط التاني اللي هو درجة اغمق. بصوا ركبت عليها ازاي، شايفين اهي، شدها بالراحة. كفاية كده صح؟ يلا نكمل بالخيط الاغمق. بصوا انا هنا مسحت ورقة الشجر اللي كنت بوريها لكم، ولضمت فتلة بخيط اغمق بردك بخيط كوتون بارليه، وهبدأ اخد بالي هنا انا ناهية ناحية اليمين، هبدأ من الشمال بقى. حتى لو الفتلة خلصت منك بيخدي بالك انت ناهية يمين ولا شمال. احاول ان انا ما اغلبش نفسي واطلع الابرة من على وش كده. زي ما قلت لكم ايدي بتتحكم معايا، صوابعي بتتحكم معايا. انت مع الوقت ان شاء الله ايدك هتاخد على الموضوع. هبدأ اسلك. انا ما قلتلكمش ان ده رانر يا جماعة، ده رانر ومعاه 2 كوشن. انا مفصلاهم ومطرزاهم. هو بس فاضل لي فيه الجنب دوت، فاضل فيه حاجات بسيطة ويخلص ان شاء الله. شايفين انا حاسه بتتفتح معايا ازاي؟ لما تعمل معاكم كده مع القماش الدق ما تخافيش خالص، حاولي ان انتي تدخلي جنب الفتحه بحاجه بسيطه وتسلكي كده المسام بتاعه النسيج. بصوا هنا خلاص خلصت معايا. شايفين هي كده المفروض خلصت.
تعالوا اوريكم برضك ازاي بنثبت من تحت بعد ما بنخلص. تاني اهو باخد الغرزة اللي انا عاملاها في النهاية من الظهر وببدأ ادخل فيها الابرة، هيتكون معايا حلقة ادخل فيها. ادي اول عقدة، ادي تاني عقدة، تالت عقدة، وادخل الابرة كده نايمة ما بين الخيوط. اوعوا تطلعوها او تدوسوا عليها تطلع كده من بره، لا احنا مش عايزين كده، احنا بس عايزين ما نقصش من عند الربطة بالظبط. وفي نفس الوقت دي حاجة هتبقى غسيل ولبس زي ما بيقولوا، فهندخل هنا يبقى الشغل معانا نضيف، ونسحب نجيب مقص وننهي الفتلة. تمام اهو. قولولي لو عايزين اكمل معاكم هنا غرزة سلسلة في الفرع ده، تمام. قولولي لو عايزين نعمل لكم بارت تاني ليها. وبكده نكون خلصنا ورقة الشجر. شايفين السهولة؟ جربوها وقولولي في التعليقات ظبطت معاكم من اول مرة ولا لا. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. بحبكم في الله.